حتى اخواننا المصريين معجبين في فوزي الاخجع. عايزه اعاره انا سنه باي شكل اتوسط لنا عبد الله. لا لا خلينا في المغرب، احنا نبغي في المغرب. هو فارق في المغرب سي فوزي. انا عايزه محترف عندنا بس، او اعاره في مصر. فوزي الاخجع يروح اعاره مصر. نفسي والله العظيم. يعني انا نفسي، انا طول عمري بتكلم عليه وطول عمري بديله حقه وهو ياخد اكتر من حقه، بس ما حدش لفت نظره عبد الله. اللي كل مدربين المنتخبات المغربيه مغاربه بالاجهزه بالكامل، ما حدش لفت نظره اداري وفني وطبي كل شيء. ما حدش لفت نظره للي عمله في الناشئين والناس اللي بتروح احتراف وهي صغيره في كل دول الاوروبيه. ما حدش لفت نظره اللي الكره النسائيه على اعلى مستوى. ما حدش لفت نظره اللي هو جابه في المونديال اكيد ميداليه. نعم انجازات الاولمبياد. طيب ما حدش لفت نظره اللي المغرب رابع عالم بالركراكي. ما حدش لفت نظره اللي عامل منتخب تاني بتاع السكتيوي ووهبه. يا جماعه ما فيش حاجه صدفه. بيفتتح ملعبين في اسبوع من حوالي شهر. الكلام نهضه رياضيه اساسها الراجل ده. الراجل ده مش بس بنيه تحتيه كبيره، مش بس كده يا عبد الله، ده صاحب قرار في الاتحاد الدولي، صاحب قرار في الاتحاد الافريقي. نفوذ نفوذ على حق. بتخطيط على حق. الاتحاد الافريقي والفيفا محتاجينه اعاره سنه للاداره المصريه للاتحاد المصري يعمل نقله.